السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أتمنى تكونوا كان بخير حبيبات سمونا. كما لا أنسى الترحيب بالمشتركات جدد. مرحبا بكم حبيباتي في قناة مطبخ سمونا القلمية. إن شاء الله حبيباتي راح ندير لكم المنقوش يدوب في الفم بنين يسخف. المهم ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو وما تنساوش ثاني الجيم والتعليق. نبدأ على بركة الله. أول حاجة هنايا عندي 3 كيلات فرينة، عندي كيلة تاع الزبدة ناقصة شويه، زدت كملتها بالزيت. عندي نص كيلة تاع سكر ناعم، عندي رشه تاع ملح، وعندي ملعقه صغيره تاع الفاني. هذه بالنسبه للعجينه. درك نبسس هذيك الفرينه تاعنا، بسوها مليح. درك هنايا كيما قلت لكم بسوها مليح هذيك العجينه تاعنا. ومن بعد نجيبو هنايا عندكم هنا ما زهر وما اني خلطت هنا خليط تاع الماء زهر والماء حوالي كيكه تدي واحد 4 كيلة، يعني ما تديش ياسر. ومن بعد هذاك اللي يفضل لي هاني نعجن به الحشو بعد هذاك الغرس وخلا هذاك اللي مو العجينه. المهم تكون طريه العجينه لازم تكون طريه ورطبه. انا هنايا درتها في الليل تخليوها حتى الغدوه. الا كنتو قاعدين هاك تفوت واحد ساعتين قد ما ترقد العجينه قد ما تجيكم مليحه خلا وتساعدكم في العجين في الخدمه عفوا. المهم لكن درتوها في الليل كما قلت لكم خليوها في الثلاجه برك وجبدوها الغدوه، جبدوها نص ساعه قبل. وهذا هو، نغطيها برك ونخليوها ترتاح. نجيو دركا للحشو. عندي هنايا نص كيلو تاع غرس، عندي ملعقه صغيره، نص ملعقه صغيره تاع قرفه، ونص ملعقه صغيره تاع كذابه، وعندي هنا 2 ملاعق كبيره تاع 2 ملاعق كبيره تاع ججلانيه، و2 ملاعق كبيره تاع زيت. وزيد نعجنها شويه بالماء زهر هذاك اللي كنت خبيته في البلاره ديك برك. المهم نعجنوها مليح. الغرس الثاني لازم يكون طري كما تكون العجينه طريه، حتى الغرس يكون طري باش كي نمشيوهم كيف ما يمشيو مع بعضهم. نجيو درك هنايا هنا بعد ما ارتاحت لي العجينه شوفوا كيفاه تجيكم سهله خلا وتساعدكم في الخدمه رطبه. نرش شويه فرينه ومن بعد رايحه نبسطها. بسطوها رقيقه شويه، يعني اقل خلاه من كيما القريوش. المهم تكون رقيقه شويه زايده على القريوش برك، ولا حتى لا جاتكم خشينه رقوا برك هذاك الحربوش اللي راح ديروه خلاص كيما هكا. رقوا كيما قد ما تحبوا. نحيو هذوك الحواشي وهذيك باش نحطوا فيها الغرس يجينا قد. نجيبوا درك الغرس، لا حابينها تكون معمره بالغرس ديروه رقيق عفوا شويه كيما هكا قد الصبع. لكن حبيتوه يكون كما قلت لكم قليله ما فيهاش الغرس ياسر، هاك ديروا الحربوش تاع الغرس هذاك ديروها قليل. وهنايا نحكموا نروليو مره ونص ومن بعد نقصها ورايحه نقفل هذاك الحربوش تاعي كيما هكا. ومن بعد زيدوا نعاودوا نقصوا فيه ثم نبقاو نقرصوا فيه كيما هكا حتى يولي لنا رقيق. لا حابين لا كان راح ديروا سيجار هاك ترقوه خلاه، لا كان حابين ديروه كيما انايا هاك تخليوه خشين. ديروا هنا 3 اصابع كي ديروا حربوش هاك كي ديروا عفوا سيجار هاك ديروا 5 صوابع وخلاص وتقصوهم كيما هكا. كيما قلت لكم الحربوش لازم يكون رقيق، الاخر السيجار لازم يكون رقيق ماشي كيما هذا. درك نجيبو هنايا النقاش تاعي ننقشو بها كيما هكا. نديرو اشكال كيما تحبوا ديروا. كيما هنا درت اعمده مايلين كيما هكا ومن بعد خلفتهم وخلاص. درك هنايا بعد ما نكمل الكميه تاعي ديك الكل رايحه نخليها ترتاح ليله كامله. لا حابين هذاك النقش هذاك يبقى لكم ليله كامله خليوها، ولا 3 سوايع، يعني 3 سوايع كافيه باش يبقى لكم هذاك النقاش هذاك ما يفزدلكمش وما يتنحاش في الطياب. كيما انايا سما ما خليته هكاك قعد. ومن بعد كي نعودوا راح نطيبوها لازم نسخنوا الفرن مليح، يعني نسخنوه مليح خلاص. ومن بعد تنقصوا فيه حوالي 180 حتى ل 170 درجه وتحطيوه يطيب حتى ل 20 دقيقه. المهم كي تشوفوا حمار من تحت وحمار من الفوق، انني بالفونتيلاتور عليه طيب حمار لي كلش مع بعضه
انتم شوفوا من تحت ما ما عندكمش فونتيلاتور هاك تشوفوه من تحت الاحمر لكم تزيدوا تشعلوا له من الفوق وخلاص. هذا هو النقاش تاعنا، قاطو النقاش، المقروض النقاش، مقروض الفارينة كيما تحاول قولوا له. المهم هذا هو، انا نحبه كيما هكا بعد معبي تاع معبي غرس. ان شاء الله يا ربي يعجبكم، ان شاء الله يا ربي كوكو تخيف ظريف عليكم حبيبات سمونا. وما تنساوش التعليق والجام، وتشاركوا لي تعملوا لي مشاركه للفيديو تاعي، وراح يعجبكم ان شاء الله كي تجربوه. ونخليكم حبيباتي في امان الله. سلام. دوك نقص لكم كعبه برك شوفوها كيف تجي.